الخبر الثاني بعد يوسف البليلي. البارح شفنا لسعد جردة الشابي المدرب التونسي السابق نقولوا حاليا الفريق الرجاء المغربي. تعودنا ديجا محمود احنا بلسعد جردة في التصريحات نتاعو تكون مثيره للجدل، كما تصريح قبل انه يحكي مع بيب ويحكي مع كلوب، وتصريح كي حكى على البطوله العربيه اهداها الملك المغرب. البارح كان انفيتي سبيسيال في راديو مارس. نسمعوا عفاف لسعد جردة الشابي شنو هو التصريح اللي قاله. مهما تكون اللي صار وبرشا كلام قالوا لسعد الشابي باش يشكي بالرجاء الفيفا، جامي في حياتي. والرجاء ما تعطينيش الفلوس جمله ما نمشيش نشكي. اللي عطاتهولي الرجاء ما عطاهولي حد. قلت لك انا جيت تليفوني 2 فوا افيك لو ماجستات، ما نعرفش قداش من مدرب صارت له هذايا. 2 فوا جيت تليفوني افيك لو ماجستات. سي با على خاطر انا اسمر وعيني شل، على خاطر سوي لونترينور دو رجاء، مدرب تاع كيان، وشرف ليا اليوم كي ندور في الشارع العباد الكل تعرف لسعد الشابي مدرب الرجاء اللي عمري ما بخلت على الرجاء، اللي 56 مباراه انهزمت في 4 مباريات. توجع توجع الشركه تحسب لك توجع. لا بقى شوف، درتي الواجب ودرتي تاثر كبير وبكيف بكيف شكون اللي يحكيوا معاهم؟ راديو مارس هذه في المغرب. انت ريت مثال عفاف قلت توجع، معناها جوست سمعت انت راجل يبكي. انا كان حساسه معني نجم يكون هو يمثل ما انا حساسه صحيت. معناها يقول لك اذا نزلت دموع الرجال فاعلم ان الهموم قد فاقت الجبال. بين نجم نحكيه احنا، ولكن ريت انت التعليق نتاعك مثلا معناها الحقيقه بالنسبه اختلاف التعليقات، بمعنى سي محمود انه في المغرب جمهور الرجاء اكزاكتومون كان ابدا احترام كبير برشا لسعد جردة. وشنو قال؟ نعطيكم اغلب التعليقات تقريبا. قالوا انه مدرب ممتاز لكن النتائج ما خدمتوش. البعض يقول انه ما دام بكى الا فما احساس كبير بالظلم. البعض يقول انه اداره الرجاء باش تندم على القطيعه مع لسعد جردة. نذكر جوست انه 2 جورني فقط في البطوله المغربيه راهو لسعد جردة 2 جولات انتصار خارج القواعد على الفتح الرباطي وتعادل ادوميسيل مع الجيش الملكي. لكن اللي شفناه بالنسبة لينا احنا كتوانسة وكمية التعليقات انتر جيومي المشبهية تنجم كما قلت لك، هو تعليقاته ديما مثيرة للجدل، ولكن الحقيقة فما حاجات ولا ما حبش نتكلم محمود، لكن الكلمة الوحيدة اللي نقولها انه حجم التعليقات اللي شفناه على البكية متاع لسعد جردة حاجة توجع. ما تشرفناش احنا كتوانسة كي شفنا كيفاش كانت الرياكسيون، تعليقات سلبيه للتوانسه بعد البكاء تاع لسعد جردة. تعليقات التوانسه كي نشوف مركز معاك نخاف تحكي على تعليقات من الشيره الاخرى. لا، تعليقات المغرب ابداوا احترام كبير للسيد كيفاش بكى، لكن احنا كتوانسه صدقني من غير مبالغه 99% من التعليقات نجم محمود تدخل حتى الفيديوهات بعد كل بارتاجيوها راهو الملايين وشوفوا التعليقات، وبعد اجى نجموا نحكيوا ونتحاسبوا على حجم التعليقات نتاعنا عليه. احنا كتوانسه عندنا اليوم لسعد جردة بكى في المباشر وتوجع، ريزولتا باهيه، الامور ما مشاتش معاه. جوست توضيح فقط انه راهو اللي خذا قرار القطيعه ما بين لسعد جردة والرجاء هو المدير الرياضي الجديد اللي قال انه طريقه لعبه ما تتمشاش مع الرجاء المغربي. هذه خليكم لكم انتم التعليقات.